فريق كامل يغيب عن الأهلي أمام بتروجيت الليلة بالدوري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يغيب 11 لاعبا عن فريق الأهلي في الثامنة مساء اليوم الأربعاء أمام فريق بتروجيت على استاد الكلية الحربية في إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج في منافسات الدوري المصري دوري نايل. ويفقد الأهلي فريق كامل من اللاعبين أمام بتروجيت، وهم كل من مصطفى مخلوف، أكرم توفيق، مصطفى العش، عمر الساعي، خالد عبد الفتاح، سمير محمد لأسباب فنية، محمد عبد الله للمشاركة مع منتخب الشباب، كريم الدبيس، يحيى عطية الله، كريم فؤاد للإصابة، بالإضافة إلى المغربي رضا سليم الذي خرج من القائمة بعد الإصابة. يدخل الأهلي اللقاء وهو في المركز الثاني على جدول ترتيب البطولة برصيد 40 نقطة، متأخرا بأربع نقاط عن بيراميدز صاحب الصدارة، بينما يحتل بتروجيت المركز الثامن بعد أن ضمن البقاء رسميا برصيد 25 نقطة، حيث فاز في مباراة وخسر في مثلها في مباراة دوري الحسم، مسجلا هدفين واستقبلت شباكه 5 أهداف. ويبحث الفريقان عن نتيجة إيجابية، فالأهلي يسعى للتمسك بفرصة للعودة للقمة، وبتروجيت يأمل في استكمال مشواره الجيد بعد الصعود إلى دوري الأضواء. ويتسلح عماد النحاس بكتيبة نجوم الأهلي وعلى رأسهم المغربي أشرف بن شرقي وإمام عاشور، والفلسطيني وسام أبو علي، والسلوفيني جراديشار. ويغيب عن الأهلي أمام بتروجيت كل من يحيى عطية الله وكريم الدبيس ورضا سليم وكريم فؤاد للإصابة. وطلب النحاس لعيبة بضرورة الفوز الليلة لتصحيح مسار الفريق محليا ضمن خطة التتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالي. وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة بتروجيت كالآتي: حراسة المرمى محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء. الدفاع: علي معلول، عمر كمال، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا. الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أحمد رضا، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، كريم ندفيد، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، أشرف بن شرقي. الهجوم: وسام أبو علي، جراديشار. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبك الفيديو يا ريت ما تنساش الاشتراك في القناة واللايك الجميل، وأهم حاجة تصلي على النبي.